المنزليه سهله جدا، ممكن اي حد فيكم ينفذها في البيت، بس ما تنسوش تابعونا في الانستجرام، اشتركوا في القناه واعملوا لايك. اول تجربه هنبداها النهارده، هنخلي الميه كلها اللي في الكوبايه ديت تخش في الكوبايه الفاضيه دي. ازاي؟ قلتوا ازاي؟ هتشوفوا معايا دلوقتي عن طريق المنديل. هنجيب المنديل ونعمل المنديل كده. كبروا شويه بس عشان خاطر ايه؟ عشان اوصله من هنا لهنا. شايفين انا عملت ايه؟ نبرم المنديل شويه كده، وبعد كده نحط المنديل بالطريقه دي. دلوقتي بقى عارفين ايه اللي هيحصل؟ الميه دي كلها هتنزل عن طريق المنديل في الكوبايه الفاضيه. طبعا بتاخد وقت كبير، عشان كده هنخش على التجربه الثانيه ونسيب ده للاخر نشوف الميه وصلت لحد فين. يلا بينا. يلا بينا. دلوقتي هنعمل التجربه الثانيه. التجربه ديت عباره عن ايه؟ هندخل البيضه ديت جوه الازازه دي من غير ما نعمل اي حاجه، من غير ما ندوس عليها. عارفين ازاي؟ لا مش عارفه. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنجيب طبعا ولاعه ونجيب ورقه او ممكن كبريت، ممكن تعملوها بالكبريت، بس طبعا الاطفال ممنوع تعملوها لوحدكم، دي لازم بابا او ماما يكون هو اللي يعملها لكم ويقعد معاكم. هنعمل ازاي؟ نجيب زيت، شويه زيت صغيرين، نعمل بالزيت كده خفيفه يعني، نعملها على فوهة الازازه من جوه كده اهو. وبعد كده نجيب الورقه، نولع الورقه، نخليها تولع شويه كده بحيث ان هي تولع كويس. خلاص نحط البيضه. عجبتكم؟ ودلوقتي نروح على التجربه الثالثه. يلا بينا. التجربه دي تجربه الورد. شايفين الورد اللي هناك دوت؟ يعني ورق مقطعينه على شكل ورد. ودلوقتي هنشوف لما نحطه في الميه هيحصل له ايه. مين هيحط الاول، امينه ولا مالك ولا ايه؟ حط يا امينه، كلكم حطوا مع بعض مش مشكله. لا انا استنى يا بابا، استنى معايا صح. انا بامبي. حطه في الميه. زي ما انتم شايفين الورد ابتدى يفتح، لما حطيناه في الميه الورد ابتدى يفتح لوحده. فتح. بصوا على البتاع. الورد فتح ازاي بعد ما حطيناه في الميه؟ كل الورد فتح. دلوقتي تعالوا نروح نشوف تجربه تانية. يلا بينا. ايمن هنفتحها دلوقتي وهنرصها هنا في الطبق داير ما يدور، وبعد كده هنحط عليها ميه وهنشوف ايه اللي هيحصل. ده مش احمر، ده ايه؟ بنفسجي او اصفر. ماشي، حطي اصفر. اصفر مش مشكله، اصفر اهم حاجه تحط لون مختلف. حط يا مينا. كويس. لا استنى الاول نحط التجربه وبعدين نتاكد. يلا. ودلوقتي نجيب الميه وهنحط الميه بالشكل ده. بص تعالى بالشكل ده زي بابا يعمل. دي بتاعي. ونستنى شويه نشوف هيحصل ايه. زي ما انتم شايفين دلوقتي طلعت لنا شبه الرسمه، اكن فنان رسم لوحه تشكيليه وعملت شكل قوس قزح وشويه الوان، وممكن اي حد يعملها في البيت عادي.
نروح دلوقتي على التجربة التانية، يلا بينا. يلا بينا. التجربة دي خطيرة جدا، عشان كده انا مقفل نفسي خالص، ممكن يحصل انفجار، فخلي بالكم معانا. اللي محتاجينه ايه؟ بلالين، بالونة، خل، 3 ازايز مية فاضية، وكربوناتو. نبدأ التجربة، يلا بينا. يلا بينا. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنفتح الكربوناتو هنحط كربوناتو في كل بالونة، وهنملى الازايز ديت لخل لحد هنا مثلا. واحدة واحدة اوريكم، خليكم معايا. احنا معاك. خليكم معايا. طبعا عشان ندخل الكربوناتو جوه البالونة كويس يعني، فانا يعني عملت دي كده زي القمع كده، وهحط فيها حوالي معلقتين كربوناتو. احنا كربوناتو اشطر. انا الاول. ايوه. نخليها هنا كده دلوقتي. ايوه. دلوقتي نبتدي نملي ايه في كل ازازه خل. ده اسمه ايه ده؟ ايه؟ مش هل، خل. خلو تميم. لا انت تميم. ايوه انا تميم. طبعا عندي مشكله في ان ساعات بقع زي العيال الصغيره. دي مش برطمان. شايفين قد كده خل كويس. نخليها يعني هنخليها مقفوله بس عشان ممكن يوقعوها ولا حاجه. هنفتحها دلوقتي وهوريكم هنعمل ايه. دلوقتي بقى نبتدي نعمل ايه؟ نحط كل بالونه على الفوهه كده. دلوقتي تعرفوا تشيلوا ده؟ ايوه. الكربوناتو دي فضوها جوه. انا عارف. يلا فضوا الكربوناتو جوه، يلا يا مينا. واو. شايفين ازاي؟ نفخت البالونه. طبعا بعد ما حطينا الكربوناتو على الخل، الكربوناتو مع الخل يا ولاد بيعمل تفاعل كيميائي معانا، اتفقت بالشكل ده. عجبتكم التجربه ديت؟ ايوه. لا مش سامع. عجبتكم؟ نروح نشوف معاكم تجربه تانية، يلا بينا. يلا بينا. تجربه لذيذه جدا هتعجبكم قوي. الاول ما تنسوش في مربع احمر تحت الفيديو، يا ريت تنزلوا تدوسوا عليه وتعملوا اشتراك. هنجيب ميه زي ما انتم شايفين كده، ميه بص نحطها بالطريقه دي يعني المقدار دوت في الكوبايه، ونجيب ورقه صغيره نفتحها كده، وبعد كده هنحط الورقه على الكوبايه كده. بص انا بعمل. سيبها يا بابا. مش عارف. انا مش فاهم. بص. زي ما انتم شايفين كده الورقه ماسكه ازاي في الكوبايه، والميه اهي جوه، اكيد شايفين اهو. هي ممكن تقع في اي لحظه، عشان كده انا هعملها كده. مش هو هناك. شايفين الميه ما بتخرجش من الورقه ازاي؟ يا بابا. شوية. شويه شويه اهي شويه. ممكن انا. ممكن انا. هنشوف مالك هيعرف يعملها ولا لا. اقلبها بسرعه. سيب الورقه.
اوبا. برافو مالك. نشوف امينه هتعملها ازاي. ايوه مش هيك. اوبا. لزقت مع امينه. سيبيها سيبيها. برافو 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 برافو. ايه برافو ليلى. خلاص بص فوتي فوتي كوتي. دلوقتي نروح نشوف تجربة تانية. يلا بينا. يلا بينا. التجربة دي هنعمل حاجة جميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله. هنحط المية ديت جوه الكيس. هنقفله كده. انا جايب كيس يعني يتقفل صغير. ممكن انتوا تعملوه على كيس كبير على فكرة، بس احنا هنعملها على كيس صغير. هنعمل معانا كيس كده وهنعمل ايه؟ هنجيب قلمة. انا مجهز القلمة. تحاولوا طبعا ان انتوا تبروها كويس بحيث يبقى سنها مدبب زي كده عشان تخش في الكيس على طول. وندخلها كده. شايفين ازاي؟ عايزين تعملوا زي؟ ايوه. هعمل كمان واحد وبعد كده طبعا على السريع كده نروح مدخلينها كده اهو بالشكل ده. دلوقتي ندي امينه ومالك وليلى يعملوا زينا. خلي ليلى بس. ليلى خلي ده جنبك. ماشي. ودلوقتي يلا تعالوا تدخلوها. يلا مالك عملها صح. وليلى اوعى تضربوها. ليلى اوبا. وليلى دخلت فيها على بعض طبعا. مالك لسه الكيس بتاعه محتفظ زي ما هو. أمينة ايوه اختاري مكان بعيد شويه. أمينة دخليه كويس. وزي ما انتم شايفين سهله ازاي وكلهم بيعرفوا يعملوها. حتى الاطفال الصغيره ممكن يعملوها. بص زي ليلى. لو خدت قلم مني هيكيس ده هيروح. علي. طيب خد نشوف هيعمل ايه. اوبا. فاضل بتاعت مالك بس. ايوه مالك عمل كام واحد؟ ده بتاعي. وريني كام واحد. ده بقى استنى. استنى. نرجع نشوف التجربه اللي احنا عملناها. اول واحده ايه اللي حصل في الميه؟ فاكرين احنا كنا حاطين ميه هنا في الكوبايه كامله وهنا ما كانش فيه اي حاجه كانت فاضيه وبرمنا المنديل وحطيناه من هنا لهنا. زي ما انتم شايفين الميه طلعت من الكوبايه ديت وابتدت تخش في الكوبايه الثانيه. احنا سيبناها من اول التجربه لحد ما عملنا التجارب الباقيه ودلوقتي وصلت لحد الحد ده. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو النهارده. مكتوب اسفل الوصف تحت صفحتنا على الانستجرام. يا ريت تعملوا لنا متابعه وما تنسوش اشتركوا في القناه واعملوا لايك. مع السلامه.